فيلم كاجيني غاجيني هو فيلم هندي من بطولة عامر خان 2008 مستوحى من فيلم ميمنتو لكنه بطابع بوليودي درامي أكش. إليك ملخص القصة. القصة: سانجاي سينغانيا عامر خان رجل أعمال ناجح ومالك لشركة اتصالات كبرى، يعيش حياة مترفة إلى أن يقع في حب فتاة بسيطة تدعى كلبانا، وهي عارضة أزياء طيبة القلب. رغم اختلاف مستوياتهما الاجتماعية، إلا أن علاقتهما تتحول إلى قصة حب قوية. لكن حياتهما تنقلب رأساً على عقب عندما تدخل عصابة إجرامية بقيادة رجل قاس يدعى غاجيني. أثناء محاولة كلبان إنقاذ مجموعة من الفتيات من العصابة، يقوم غاجيني بقتلها بوحشية أمام عيني سانجاي، ويصيبه إصابة خطيرة في الرأس تجعله يعاني من فقدان ذاكرة قصير الأمد، لا يتذكر إلا آخر 15 دقيقة. أحلته: يستخدم سانجاي الصور الفوتوغرافية، الملاحظات، والوشوم على جسده لتذكير نفسه بمهمته الانتقام من غاجيني. رغم معاناته مع فقدان الذاكرة، يستمر في مطاردة أفراد العصابة واحدا تلو الآخر. في النهاية، ينجح في مواجهة غاجيني وقتله، ليحقق انتقامه ويخلد ذكرى حبيبته كلبانا. الرسالة: الفيلم مزيج من الأكش، الدراما، والرومانسية، يبرز قوة الحب وعمق الألم الناتج عن الفقدان، والإصرار على العدالة رغم العوائق.